بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفنا ماتش الزمالك النهارده مع النادي المصري القوي والمنظم جدا. الزمالك قدر ان يفوز على المصري ويعدي خطوه رغم المشاكل اللي حاصره النادي من جميع الاتجاهات. مفيش فلوس، مفيش نادي صراحه ربنا. يعني الزمالك ده لو كان مستقر زي الاهلي كان الشكل بقى وضع تاني. بس انا عايز الوم هنا على التحكيم. الجون الاولاني اللي جابه الزمالك اللي ما اتحسبش، انا مش شايف ان فيها اوفسايد ولا فيها اي حاجه. مش عارف الحكم او الفار لغاه ازاي، يعني مش فاهم. يعني الحكم لغى الجون ده ازاي؟ ما فيهوش اي حاجه. اهم حاجه ان الزمالك قدر يعدي عشان المشاكل ما تتراكمش عليه. لان الزمالك النهارده لو كان خسر من المصري، لان طبعا عارفين ان بخروج المغلوب لازم فريق يكسب، كانت هتتراكم المشاكل عليه. هيبقى متعادل اخر ماتش مع البنك، يبقى متعادل اخر ماتش مع انبي، والماتش اللي بعده طلع من الكاس، فتبقى مشاكل. الزمالك النهارده لعيبه تشكر، مدرب غايب. لعيبه تشكر لان 12 لعيب مصابين، وال 12 لعيب المصابين دول اساسيين. يعني ممكن ينزلوا كتيم رغم ان فيهم مدافعين كتير، بس فريق الزمالك ما بيلعبش بمهاجم خالص. الزمالك ما عندوش مهاجم، مش مهاجم واحد. عمل 10 صفقات ما فيهاش مهاجم. يعني لو كان ساب مروان حمدي كان بقى احسن، كان يمكن عمل طفره في الزمالك دلوقتي. فانا بحيي اللعيبه ان هم كسبوا النهارده، لان طبعا الماتشات بتاعت الدوري المصري دلوقتي اللي هتشتغل وماتشات الكاس، صراحه الناس ما بقتش تشوف. الناس كلها بتتفرج على ماتشات كاس العالم، وكلها متابعه ماتشات كاس العالم. يعني ماتش الزمالك كان بيقام دلوقتي مع فرنسا، مع ماتش فرنسا والدنمارك. طبعا اغلب الناس بتتابع كاس العالم عشان الماتشات طبعا بتاعت كاس العالم مش زي الماتشات المصريه. زي ما بتشوفوا الماتشات المصريه صراحه في فرق شاسع ما بين الكره العالميه والكره المحليه. فانا بهني اللاعبين، مزيد من الانتصارات في الماتشات الجايه. الزمالك هيلاعب المصري الماتش الجاي في الدوري. اتمنى ان الزمالك ياخد الثلاث نقط. يمكن سامسون يلعب الماتش الجاي، يمكن الجزيري، بس الجزيري مش هيلحق لانهم هيلعبوا يوم الخميس. منتخب تونس هيلعب يوم الخميس. اتمنى لهم التوفيق لان الفريق بيحصروا مشاكل كتيره جدا. اي ماتش هيقع فيه الزمالك هتبقى مشكله كبيره، لان هيعاني بعد كده. نفسيه اللعيبه هتتاثر. الماتش ده ممكن يجيب الماتش اللي بعده، رغم ان الماتش اللي بعده اصعب بكتير من الماتش ده، لانه هيلاعب النادي المصري برضه. والنادي المصري طبعا ماتشين يخسرهم دي صعبه صعبه مع فريق قوي ومنظم، فريق بيلعب كوره كويسه جدا صراحه. وانت كفريق غايب منك لعيبه كتير. ايضا ماتشات كاس العالم اللي كل الناس بتشاهدها. السعوديه النهارده خسرت 1-0، وبرضه تونس خسرت النهارده من استراليا اللي بقول انها ضعيفه. يعني انا بقول ان استراليا ضعيفه جدا. الفريق التونسي كان اقوى منهم بس ما كانش فيه حظ. برضو السعوديه النهارده ما كانش عندها حظ. بس السعوديه لعبت ماتش كبير جدا خاصه الشوط الاول، واضاعت ضربه جزاء كانت ممكن تغير نتيجه المباراه. طبعا السعوديه لها امل غير طبعا تونس هتلاعب فرنسا، يبقى الماتش تقيل عليها، وفرنسا كسبه الماتشين. الماتش هيبقى تقيل جدا على تونس، ولازم تونس تكسب. ومش بس تكسب، لا، والفرق التانية فريق زي الدنمارك ما يكسبش. يعني تونس النسبة بتاعتها ضعيفة. نتمنى للفرق العربية مزيد من الانتصارات، وانهم يوفقوا الماتشات الجاية. وفي النهاية بشكركم، ما تنساش تعمل لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.